ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. تعالوا النهارده نعمل مع بعض الرز بالخلطه. طبعا نزل لكم فيديو الديك الرومي. دلوقتي هنعمل مع بعض الرز. معانا حله على النار فيها 4-5 معالق زيت كده، هننزل عليهم بمعلقتين سكر ونسيبهم يتكرملوا. شايفه هتلاقي السكر بدأ يدوب كده واحده واحده وبيختفي، وبعدين هتلاقيه بدأ يتكرمل كده. هنعمل النهارده الرز بطريقه مختلفه شويه، بطريقه جديده معانا ما عملتهاش قبل كده. جربوها هتعجبكم، طعمه حلو قوي. شايفين بدأ يتكرمل معايا، هقلبه بقى في الوقت ده، مش هياخد دقيقه لونه هيغير على طول، فتلاحظوه علشان احنا مش عايزينه يتحرق، احنا عايزينه ياخد لون بني بس ما يتحرقش. تمام، شايفين لونه بدأ يغير. في المرحله دي نقلب كتير، نقلب على طول، واول ما يبقى لونه بني كده هننزل عليه ب3 كوبايات من الميه. شايفين حطينا الميه، هننزل بالتوابل بتاعتنا، حطينا ملح، فلفل اسود، عود قرفه، ورقتين لورا، ومكعب مرقه. المكعب المرقه بتاعي لونه بني غامق كده علشان هو عليه طماطم. ممكن لو هتستخدمي مكعب مرقه عادي مش هيدي اللون ده. تمام، هنيجي بقى في حلة تانية على النار، هننزل بمكعبين زبدة على معلقة زيت كده، وهننزل بالبصل بتاعنا المتقطع صغير. هنقلب بقى البصل، هنحط عليه ملح وفلفل اسود، رشة كده بس ملح وفلفل اسود، ونقلب بقى في البصل. بعد ما البصل ياخد لون، احنا بس عايزينه يدبل ويصفر كده، مش هنحمره. اول ما ياخد لون معانا كده هننزل عليه برز. انا هعمل 2 رز مغسولين كويس جدا ومتصفيين، ده رز بسمتي. هنغسله كويس وننزل عليه، ننزل بيه على البصل بتاعنا بعد ما شوحناه كده، ونفضل نقلب لحد ما المادة الدهنية تغلف الرز. يعني هتلاقي الرز كله متغلف بالمادة الدهنية. طيب، الطريقة دي اللي احنا بنعملها النهاردة، ده الرز البني اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. طب لو انا مش عايزة اعمل الرز البني ده، اعمل رز اصفر مثلا، اعمل ايه؟ هنزل لكم طريقة الرز المبهر اللي عملته معاكم في فيديو المشويات قبل كده. هنزل لكم لينك الفيديو في الكومنتات تحت علشان لو عايزين تشوفوا الطريقة. وكمان لو عايزين تعملوا الرز مسلوق يكون خفيف جدا وصحي قوي، برضو هنزل لكم اللينك بتاعه في الكومنتات، وشوفوا اختاروا الطريقة اللي تعجبكم واعملوها. بعد بقى ما شوحنا كده لحد ما الرز بتاعنا يتغلف قلتلكم، وهتلاقوه بدأ يبقى فيه صوت، بيعمل صوت كده، اللي هو بدأ ينشف كده ويعمل صوت. يبقى في الحالة دي هننزل بقى معانا بالصوص اللي احنا عملناه، اللي هي الشوربة بتاعته، هننزل بيها كده على الرز. الرز اللي انا استخدمته ده، كوباية الرز بتاخد 1.5 كوباية مية، فانا عملت 2 رز، حطيت عليهم 3 كوبايات مية اللي احنا حطيناهم على السكر المتكرمل من شوية. تمام، هننزل بقى بالخليط بتاعنا ده على الرز كده ونغطيه ونسيبه بقى الرز يتشرب. اول ما تلاقي الرز بدأ المية بتغلي كده والرز بدأ هيتشرب، توطي النار على الاخر، تسيبيه على نار هادية جدا لحد ما يستوي لوحده تماما. تمام، هنيجي شايفين شكله بعد ما تشرب، يعني بقى جاهز معانا. شايفين مفلفل ازاي وجميل وتحفة؟ شايفين مفلفل ازاي؟ تحفة، ولا فيه لازق في الحلة ولا اي حاجة، يعني تحفة ومقاديره مظبوطة، وجربوها يعجبكم قوي. كده الرز جاهز. نيجي بقى نحمر حبة مكسرات كده نحطها على الرز. معانا طاسة كده صغيرة، هنحط فيها معلقة سمنة. ليه مش زبدة؟ عشان الزبدة مش بتستحمل السخونة يا جماعة وهتتحرق معاكم بسرعة. فنحط معلقة سمنة كده صغيرة وهننزل عليها بالمكسرات بتاعتنا. انا عملت كوباية ميكس مكسرات، حاجات كتير داخله في بعض. حطيت يعني الحاجه المتاحه عندك حطيها. تمام، كل الانواع اللي انت حباها حطيها، مفيش مشكله. مفيش مكسرات اصلا وعايزه تستخدمي بس فول سوداني برضو تمام، وهيأدي الغرض وهيبقى طعمه حلو قوي برضو. تمام، هنحمر كده، نحط المكسرات ونقلبها في معلقه السمنه، نفضل نشوح فيها كده لحد ما تلاقيه بدأ ياخد لون كده، يغير لون شويه. هنروح طافيين عليه البوتاجاز وكده يبقى جاهز معانا. شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ انا في الوقت ده هطفي البوتاجاز بقى بتاعي وهنروح نغرف على طول. وده شكل الرز بتاعنا عليه المكسرات، واشوفكم المرة الجاية في حاجة جديدة نتعلمها سوا. باي باي.